أكيد أول مرة شفت الفيديو هذا استغربت. طفل يشطح فوق قارب يجري في النهر، تحسها حاجة تضحك ولا لقطة من فيلم، لكن الحقيقة موضوع أكبر برش. هي حكاية ثقافة، سباق وشهرة وصلت للعالم الكل. في جزيرة سومطرة تحديدا في منطقة اسمها كوانتان سينجينجي، كل عام يصير سباق قوارب اسمه باكو جالور. في اللغة المحلية تعني باكو سباق وجالور تعني قارب. هو مش سباق عادي، القوارب طولها يوصل حتى ل 40 متر، فيها 60 متسابق يخدموا بنفس الإيقاع. لكن المفاجأة في مقدمة كل قارب فما طفل صغير، هذا للعالم الكل يقلد فيه. الأطفال هذم اسمهم أناك جوكي، لباس تقليدي، حركات منظمة وملامحه كلها ثقة. دوره مش الرقص فقط، هو يشجع الفريق، يرفع المعنويات، يختاروا الأطفال لأنه أجسامهم خفيفة وما تسببش ثقل إضافي وما تبطئش حركة القارب. عادة يبدأ يرقص وقت يكون فريقه متصدر أو في المقدمة، أما إذا كانت المنافسة متقاربة فإنه يتميل فقط يمين ويسار. بعد عبور خط النهاية يسجد سجدة شكر في مقدمة القارب. الفيديوهات خرجت من اليوتيوب ووصلت تيك توك وانستغرام. ناس قالوا الرقصة هذه هي أورا فارمينج، كأنه يجذب طاقة بحركاته. الرقصة ولات ترند، ناس تقلد فيها في كل مكان، مغنين، مشاهير، رياضيين وناس عادية، الكل تقلد في أناك جوكي. لكن هذا مش ترند فارغ. الطفل هذا قال في حوار تلفزي: صحيح نحب نولي معروف ومشهور، لكن الأهم نشرف فريقي ونعرف تقاليد بلادي. لازمنا نعطيه حق الفريق اللي يتمرنوا شهور كاملة، مش باش يظهروا في فيديو، لكن باش يربحوا ويشرفوا قريتهم. السباق هذا مش مجرد رياضة، هو تراث، فخر وتقاليد من مئات السنين، من القرن 17. وأناك جوكي هو الواجهة والترند، وهو سبب شهرة سباق باكو جالور. لو تحبوا نمشي نصور معهم حلقة اكتب لي في التعليقات، ولو عندك اقتراحات أخرى اكتبها. شعب اندونيسيا شعب مسالم وناشط، محافظين على الطاقة والبراءة نتاع الطفولة لآخر العمر. ناس منظمين، يحبوا الحياة وعندهم توازن نادر بين التقاليد العريقة والتكنولوجيا، بين الإسلام والانفتاح، بين الروحانية والتطور. كل مرة نزور بلاصة نكتشف سر جديد، مسابقات غريبة وعادات جديدة وقصص ما توفاش. وصدقوني حتى كان نعيشوا سنوات في اندونيسيا، كل يوم نلقاو حاجات ما شفناهاش قبل. إذا تحب تكتشف أكثر ادخل القناة، تتفرج على باقي الحلقات من رحلتي في اندونيسيا، على التقاليد والثقافات اللي مازالت قدامنا ونحن مازلنا مواصلين ونكتشفوا. ما تنساش الاشتراك كان عجبك المحتوى، وخلي لي رايك في التعليقات.